ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ امبارح كان في تغطية لإطلاق أول عربية إماراتي موجودة في السوق المصري. والعربية دي ناس كتيرة كانت مستنياها، بس هي موجهة لفئة معينة من الناس أو فئة معينة من الشركات، عشان هي في الآخر طلعت عربية بيك اب. بس في كذا حاجة كده امبارح اتقالت سواء من ناس مشهورة عن العربية أو عن الشركة. فالنهاردة هنعمل سيرش بسيط كده، وهجيب لكم تفاصيل العربية دي بالظبط، بسعرها، بتتقدم بكام في الامارات، وامكانياتها بالظبط، وبلد التجميع بتاعها ايه، وبلد التصنيع بتاعها ايه، ويا ترى هي فعلا عربيه صيني ولا عربيه اماراتي. كل حاجه عن العربيه دي هنفصصها بالظبط زي ما احنا متعودين، وهنعرف كل حاجه بالظبط العربيه دي بتتكلم عن ايه. بص بقى يا صديقي، العربيه دي اسمها ساند ستورم. العربيه دي في الاول وفي الاخر هي عربيه اماراتي 100%. يعني ايه؟ يعني العربيه دي كديزاين او كفكر مش شبه عربيه صيني بتتقدم في الاسواق الصينيه. هي عربيه فعلا فعلا 30% بس منتج محلي اماراتي. مش معنى منتج محلي اماراتي ان الامارات عندها مصانع وبتصنع وبتدخل المنتج المحلي، لا، ده هي شركات كبيره بتستورد بقطع غيار معينه جوه الامارات. المهم فسموها منتج محلي اماراتي. بس هي عامله شراكه مع شركات تانية بره في الصين او في شرق اسيا عشان تجيب قطع الغيار. يعني هي راحت لمكتب تصميم عمل لها ديزاين، راحت لشركه معينه اتفقت معاها على نوع الموتور اللي هو بالمناسبه موتور ماتسوبيشي، راحت لشركه تانية جابت منها نوع العفش، وجابت المنتجات دي كلها من بره وعملت مصنع جوه الامارات نفسه، وبدات في المصنع ده تجمع الحاجات دي كلها. واول عربيه نزلت من الشركه دي عربيه الريم. دي نزلت في سنه 2018، ودي كانت عربيه اس يو في. وهنا اللي عمل الشركه آه، يعني ذكي شويه. هو قال لك ايه؟ قال لك لما هجيب موتور ياباني قديم شويه، حتى التكنولوجيا بتاعته قديمه، بسعه 2 لتر و2.4 لتر. ال 2 لتر احطه في عربيه اس يو في، وال2.4 احطه في العربيه البيك اب، وهوصل الاثنين بنقل حركه مانوال من 6 سرعات، ولا بقى دول كلاتش ولا اوتوماتيك، عشان تكلفه الفتيس نفسه تبقى غاليه شويه، كمان صياناته بتبقى غاليه حبتين. فاغلى حاجه في العربيه اللي هي التكنولوجيا بس معقده شويه، اللي هي الفتيس، قال لك انا هجيب فتيس مانوال. وكده كده العربيه دي انا هوجهها تخش العربيه اعمال انشاءات اكتر، او صحراء اكتر، او حاجات زي كده. فتبقى التكنولوجيا بتاعتها بسيطه، واعرف ادي عليها ضمان. فبيدي عليها ضمان في الامارات قد ايه بقى؟ 5 سنين او 200 الف كيلو. واول عربيه نزلها عربيه اسمها الريم. دي نازله بموتور 2 لتر تربو بيطلع 215 حصان و280 نيوتن متر عزم، وموصل المنظومه دي بالفتيس المانوال. ودي عربيه فيها شويه دلع، عربيه 7 راكب، فيها نظام جي بي اس، سماعات 7 بوصه، فتحه سقف، تجهيزات امان، اي بي اس، اي بي دي، هيل اسيست. وسعرها في الامارات تقريبا بيعمل في حدود 140 الف درهم. يعني احنا بنتكلم تقريبا في حدود مليون ونص. العربيه التانيه بقى العربيه الاس 24، دي العربيه البيك اب. العربيه دي بتيجي بموتور ايه؟ 2.4، يعني 2400 سي سي. ده موتور عادي خالص، ولا موتور ولا الفتيس بتاعه دول كلاتش ولا اي حاجه خالص، موتور عادي خالص. بنتكلم في 134 حصان و200 نيوتن متر عزم. بيطلع النيوتن متر بتاعه بدري شويه، من 2500 ل 3000. ليه؟ عشان زي ما احنا اتفقنا الموتور ده يعتبر من شركه ماتسوبيشي، فدايما الموتور الياباني بيطلع العزم بتاعها بدري شويه. لما دورنا شويه عن معلومات التجميع، بيقول لك ان شركه ساند ستورم عامله شراكات مع موردين اسيويين، وان نسبه المكون المحلي في العربيه من 30 ل 40%. والحاجات دي بتيجي زي الازاز والبطاريات والمقاعد وابواب السائق، والحاجات المحليه اللي الناس كلها بتستهلكها يعني. والشركه بتستهدف الفتره اللي جايه ان هي توطن الصناعه اكتر، وتخلي مكونات العربيه 60 ل 80% بتيجي من سواء من الامارات او من مصر، عشان توطن الصناعه اكتر من كده، وتخف شويه في الاعتماد على دول اسيا. مراحل التصنيع بيقول لك ان الطرازات تم تصميمها من قبل فريق دولي بقياده مهندسين اماراتيين، والمصنع بيعمل وفق مواصفات الخليج، وخضعت لاختبارات جوده من شركه المانيه معتمده. والتجميع النهائي، وده اللي بيهمنا، بيجي جوه مصانع اماراتيه. وانتوا عارفين ان انا دايما بحب اقعد ادور كده في الشركات واصولها وبتاع. الشركه دي دخلت على الموقع بتاعها على الانترنت، الموقع الاماراتي. الموقع بسيط، مش موقع معقد خالص، ده مش يعني موقع شركه، مش من الشركات الكبيره يعني. ودخلت بصيت تحت هنا، لقيت ان الكوبي رايت بتاع الموقع ده من سنه 2019. وفعلا لما دورت لقيت ان الشركه اول زور ليها في الاسواق العالميه او سوق العرب بمعنى اصح، عشان العربيه دي موجهه اكتر للامارات. تعتبر اول مره نشوفها بره الامارات عندنا في السوق المصري من 2019 بالظبط. يعني العربيه بقى لها 6 سنين، وفعلا بتنزل بطرازين بس، طراز 7 راكب
الكواليتي والحاجات اللي احنا شايفينها في الصور في الكراسي والكلام ده كله، لما جت عندنا مصر حاجات كتير بس ايه خفت شويه من العربيه. يعني الكراسي ما بقتش كده، بس بقيت الباكج مظبوطه. العربيه دي نازله عشان جاب معين في السوق، العربيه دي نازله عشان مثلا واحد عنده عمال، واحد بيخش يشوف مواقع. انما معلش مثلا العربيه السبع راكب اللي على فتيس مانوال اللي هي ال 2000 سي سي دي، العربيه دي لو نزلت مصر بسعر مليون ونص، في عربيات كتير جدا هتاكلها، عربيات اوتوماتيك وعربيات فتيس بتاعها احسن من كده، والعربيات دي هتاكلها فعلا في السوق، فهي مش هتنفع معانا. عشان كده اختاروا العربيه البيك اب هي اللي تنزل مصر، عشان العربيه دي ليها استخدامات معينه، سواء في نقل بضاعه او في نقل مثلا حاجه معينه هتخش بيها صحراء، خصوصا العربيه دفع رباعي. انما انا لو واحد من الناس عايز اجيب عربيه اس يو في، هجيبها مثلا اخش مانوال اخش بيها انا، ولا هخش صحراء ولا هخش رمله ولا الكلام ده، ولا احنا في مصر كطبيعه المصريين بنحب نروح رحلات في الصحراء وتفحيط والكلام ده كله. فعشان كده هم جابوا العربيه اللي فعلا هتوجه للشركات. حكايه بقى ان انت تجيب عربيه بيك اب في بيتك، اعتقد ان احنا يعني ما عندناش الرفاهيه ان احنا نجيب عربيه بيك اب زياده عندنا في البيت. ولو حد هيجيب، عندك الدوج الرام، عندك الجي ام سي، هتبقى فئه معينه في المجتمع، والفئه دي هتدور على نوع من عربيات معين هي اللي هتقتني. وعايز اقول لكم كمان ان سعر العربيه نازل برضه مش رخيص، عربيه نازله البيك اب دي ب 2 مليون جنيه. ففي ناس كتير لو انت مثلا هتجيب حاجه تدخلها الصحراء او تنقلها موقع او كده، ممكن تروح تجيب شيفوليه دبابه بمليون مليون 100، ايه اللي يخليك تجيب عربيه ب 2 مليون؟ فالعربيه دي موجهه لفئه معينه، واغلبها هتبقى نيش قوي. نتكلم في شركات، هيئات حكوميه، الحاجات بتاعه تكنولوجيا البيئه، الشركات اللي بتحتاج 5 افراد يركبوا جوه العربيه ويحطوا كمان حموله وراها، دي مش موجهه للمستهلك النهائي خالص. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت تشاركونا بارائكم، انت لو معاك فلوس تشتروا عربيه زي دي، ولا ال 2 مليون جنيه دي تحطها في عربيه تانية تكون برضو سبع راكب وتقضي احتياجاتك، ومش مشكله عندك موضوع الشنطه ولا البيك اب من ورا دي. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، كان معاكم مؤمن سيد، سلام.